انا محاسب. انا محاسب. انا محاسب. انا محاسب. انا محاسب. انا محاسب. جبنا 5 محاسبين وحطينا وسطهم حد بيحور، لو طلعوه خلصوا الجيم قبل اخر راوند يكسبوا، لو ما طلعوش او فضل لاخر راوند يكسب هو. ده برنامج بينا غريب. رقم 6. جبت كام في ثانويه عامه؟ لازم السؤال ده ايوه ايوه 85. 85 ما شاء الله. ممكن كل واحد يعرف نفسه خريج سنة كام مثلا؟ انا خريجة 2023. وانا خريج 2017. أنا 2016. وانا 2015. انا خريج 2014. 2009. ليه كده؟ هسأل رقم 1. مواعيد الشغل امتى؟ على حسب انت شغال في ايه، بنك، شركة. لو شركة محاسبة مثلا ممكن تبقى هايبريد، فممكن تروح اهم حاجة 8 ساعات، ممكن بقى من 9 ل 5، 8 ل 4. رقم 1 عادي يعني، ممكن تبقى محاسبه ممكن تبقاش محاسبه، ما اعرفش. ايه اكتر حاجه مستفزه بالنسبه لك في الشغل؟ اكتر حاجه بتضايقك بقى في الشغل؟ الديدلاين. تتزنق موت. طبعا. احسن وقت الديدلاين. طب رقم 2، انت شغلك من كام لكام؟ رقم 4 انا خايف منك شويه، فورمه مشككه اقوى مني، فبلاش افوت عليك عشان ما تضربنيش، فانت محاسب يا باشا. يعني مفيش ساعات محدده قوي، لان انا محاسب في شركه ابويا وفي بلو تري. البرنامج ده يعني بتاعي. مفيش وقت، بس يعني بقى مثلا من لو في شركه ابويا من الساعه 10 مثلا لحد الساعه 4، 10 ونص لحد الساعه 4، بس فلكسبل يعني. هو الكاركتر اللي قالها مرسوم عليه جدا، هو فعلا محاسب في شركة أبوه. مواعيد شغلك إيه وشغال فين؟ من 9 ل 5. شارب يعني مفيش بعد 5؟ لا، لو في شغل بقعد بعد 5. 4 شكيت فيه شوية، شكله مش محاسب خالص، مش متبهدل كده شوية. في الشغل فيه الرؤساء بتوعك كام واحد؟ 3 تايتلز. حد كان تخصصه في الجامعة غير المحاسبة؟ دول ممكن ماركتنج، محاسبة دي مش لاقي عليه خالص. مين ده يا باشا اللي مش محاسب؟ محاسب ومحاسب عقر كمان. انا اقتصاد. انا محاسبة عادي. محاسبة. لا محاسبة أنا لقيت نفسي ماشي فيها. رقم 5 دي مش هيئة محاسب إطلاقاً بصراحة. أنت أكيد مش قسم أكاونتنج أو محاسبة ولا حاجة، أنت قسم تشريح، قسم تتبيح، قسم تقتيل، فلا مش محاسب. شاكك فيك شوية. كان في رقم 2، كان في أقسام إيه تاني غير الاقتصاد؟ كان في بيزنس، كان في ماركتينج، هو أنت بوليتيكال ساينس، كان في ماسكوم. أنت ليه بتسأليني على الميجرز بتوع الجامعة؟ يعني أول مرة أسمع اقتصاد از ميجر. لا ما هو جامعة إيه؟ بي يو إي. رقم 2 شاكة فيه. أنا كنت أول مرة أسمع عن موضوع الميجر ايكونومي ده في البيزنس. كانت بيزنس وبوليتيكال ساينس وايكونومكس. اوكي. ايكونومكس وبوليتيكال ساينس كانوا نفس الميجر، بس ده لوحده بتتخصص فيه وده لوحده. ده ميجر لوحده. فانا عشان مجموعي كانش جايب بيزنس فدخلت. بس الايكونومكس بحس فيها بس هي اصعب اصلا. انا قعدت 6 يعني سنين في الجامعه، انا متخرج كتير يعني فيها محاسبه. الايكونومكس فيها عملي. كنت معيد. كنت معيد السنين كلها. ما شاء الله عليك. معيد السنين كلها. ايوه اوحش سنين قضيتها في حياتي والله العظيم بجد، اوحش ذكريات عمري في الجامعه. يا ساتر. ايوه انت تلاقيك كنت مصاحب واحده سقطت فانت سقطت معاها. انا ما جبتش سيره الماضي بقى عشان كل واحد يا اسرار بقى. حياتي الشخصيه خط احمر. اعترف يا دول. خط احمر يا باشا، مفيش حد يعرف عني حاجه. هسأل رقم 6. طول الشهر بتخلص في وقت معين ولا في ايام بتأخر شويه؟ لا في وقت معين. طب رقم 1، شغلك لازم تلبسي له لبس معين، لازم فورمال ولا عادي؟ لازم فورمال. شغاله في بنك ولا في شركه؟ لا مش بنك. مش بنك، شركه يعني. مش شركه. محاسبه اصلا. محاسبه اصلا. معاك ولا جاي معاك ولا؟ رقم 1 شكلها مش محاسبه، لا لسه فريش كده، حاسسها فريش اكتر، لسه ما اعتقدش ان هي محاسبه. انت جاي من الشغل دلوقتي ولا؟ لا. يعني لبسك فورمال ولا كاجوال؟ ما اتاخرت ليه كده طيب؟ هو ادي في طريق. لا والله لا. الرقم 6 انا ما شكيتش فيه، حسيته اصلا جاي من الشغل على هنا يعني. طب اقول لك على حاجه، انت ممكن تحكي لنا انت اتاخرت ليه النهارده؟ دي بقى عايزين نعرف. انا جاي بس من بعيد شويه يعني انا بعد الشغل كده كان لازم في مشوار كده بعمله يعني. ايه نوع المشوار بقى؟ ريليتد بالشغل؟ لا مشوار، لا مش دعوه بالشغل. يعني انت كده النهارده كنت شخصي. كنت اجازه لا ولا؟ كنت في الشغل وانا انترفيو شغل خلاص. خلينا مش انترفيو يعني. بس عشان نجيب لو بتفرج. بس انا في الغالب ببقى بلبس في الشغل المفروض فورمال، بس احيانا ممكن بروح كاجوال عادي يعني. انا مش مرتاح للبدله، بس شكلك محاسب وفي نفس الوقت وكيل نيابه. ممكن نسأل كده الناس كلها تقول لو هو مش حابب يشتغل محاسب، او لو ما كانش بقى محاسب كان هيحب يشتغل ايه؟ لا انا محاسبه جدا. بتحب بحب المهنه مجال يعني؟ البيزنس عامه من وانا صغير. انا كنت هبقى مثلا عايز ابقى لعيب كوره. حلوه دي. او فنان يعني، بس بما اني فنان صاحب فلا برنامج. خليني. انت اوريدي صاحب فنان. برنامج تاني.
فلعيب كوره طبعا. بس انت ما شاء الله جسمك لعيب كوره فعلا يعني. ايوه جدا. أيوة. ولما بلعب كمان لا جامد. ما شاء الله. فتنس. يلا خير خير. شكرا. طب قول انت عشان انا عادي، لا بقى كنت حابب اكون بتحب محاسب. المحاسبة. يعني ما فكرتش ان انا ممكن اشتغل حاجه غيرها. يعني من وانت صغير كان نفسك تبقى محاسب؟ لا وانا صغير بقى كان نفسي ابقى ظابط، وكان نفسي ابقى لعيب كوره والحاجات الجميله ماشي، دي، ولعبت كلنا. كوره شويه، بس يعني الواقع حطينا في المهنه دي، بس حسيت ان انا عمري ما كنت هبقى شاطر في حاجه غيرها يعني. ربنا يسعدك يا باشا. لا انا طول عمري كنت عايز ابقى طيار بس ربنا ما وفقنيش. انهي طيار؟ لا، مش دليفري. اللي بيلبس اليونيفورم اه ماشي. ليهم يونيفورم 3 شهور. لا انا نفسي ما كنتش ابقى محاسب بصراحه، بس يبقى عندي بزنس يعني، او اي برايفت بزنس مش بعيده يعني ان شاء الله. لا، قريب. سهلة. قريب، إن شاء الله. سهله. انا كنت نفسي اطلع طبيب يعني من صغري، وانا بحب الطب وكده. بس حلو. لايق عليك. يعني. بس لايق عليك والله. لايق عليك. لايق عليك يا دكتور. شكرا. الدكاتره الدكاتره الغاليه. بيتاخروا برضه على المواعيد. ايوه طبعا ميك سنس على فكره. انا اللي واخد هي دي بس من مهنه الطب اللي انا واخدها بس اخير شويه. رقم 5، انت عندك وقت معين في الشهر بيبقى فيه زنقه في الشغل، او وقت معين في السنه؟ لا انا بحس كل الاوقات زنقه يعني، السنه كلها مزنوقه. السنه كلها السنة فيها ضغط. كلها؟ يعني ممكن اخر السنه، لا بالعكس. اخر السنه اللي هو انهي شهر؟ اخر السنه انهي شهر؟ حلو السؤال ده قوي. حلو السؤال ده. حلو قوي السؤال ده. شهر 6 السنه بتقفل يعني في شهر 6 على حسب المكان حكومه ولا قطاع عام او قطاع خاص. على حسب يعني، بس أوكي. احنا في نص اللي هي شهر 6 يعني نص السنه. طب انا عندي عارفين سؤال يعني. لرقم 5. وانتوا سيدي اللي عارفين. رقم 5 انا شاكك فيه جدا. قال ان السنه الماليه بتقفل في 30/6، ودي في حاجات محدوده جدا في مصر اللي بتقفل 30/6. المفروض يجاوب يقول 31/12. انت بتشتغل في حكومه ولا خاص؟ لا قطاع عام. طبعا. دلوقتي كل واحد فيهم هيقول هو شاكك في مين عشان يطلعه بره. دلوقتي كل واحد فيهم معاه أقل من دقيقة عشان يثبت للباقي إن هو المحاسب. ممكن اسال رقم 1 يعني ايه هي الحاجه اللي بتتعمل لازم كل سنه؟ بادجت. تمام. ممكن نفس السؤال رقم 5؟ لا انا متهيألي البادجت يعني. مفيش حاجه تانية غير البادجت يعني؟ لا ما اعتقدش هي البادجت. 5 شكيت فيه، هو في حاجات هو عارفها كويس وفي حاجات هو مهزوز فيها شويه. طب في ايكويشن كده رقم 1 كانت زمان دي انا فاكرها يعني. اوكي. كانت assets بس انا مش equals مين A. التخصص محاسبه كنت يعني. اسال السؤال ده بس. بس احنا نخش والله والله تكنيكال. فعلا كنت اسال اصل ده السؤال. اللي انا على سؤال تاني. assets equals A. ليه سنه اولى؟ ليه سنه اولى قوي كده؟ assets minus liabilities تقريبا. ايه اللي ماينس liabilities؟ assets equals A. assets equals liabilities. لا انت بتقولها لي، انت لخبطتني. اكيد انا غلطان في السؤال، فانت شوف لا انت هتجيبها صح، ازاي. انت صح. assets equal direct. لا ممكن اجاوب. ممكن بالعربي يعني هي ماشي مش بس عارف. لا ما هو يعني الاصول طب- بتساوي ايه؟ بالعربي. الاصول لا دي الايكويشن liabilities الاساسيه والowner بتاعت مهنه المحاسبه. liabilities أيوة. owner ماشي. انا حسيت ان طريقه ماشي. السؤال ماشي يعني انا سألت صح اهو. شاكك في رقم 1. في بعض الاجابات كده بتبقى مهزوزه بس شويه، وفي حاجات مش عارفه تجاوب عليها يعني. ايه التوب لاين مش في العربيات؟ ده معرض عربيه. ايه توب لاين؟ انت ملي. طيب الشغل ايه يعني؟ بتسال تكنيكال ملي الشغل بتاعك ايه؟ المحاسبه. يعني مش بنك يعني، ملي محاسبه. اوكي لا انا مش عارف بصراحه. طب انت عارفه ايه التوب لاين؟ انا مش عارف هو حد يعرف اصلا ايه التوب لاين؟ حاجه أنا اسمها ما أعرفش. غير العربيات. مفيش حاجه اسمها التوب لاين. حاسه ان الموضوع مستفز. حاسس الموضوع ملوش علاقه بالمحاسبه. ممكن ندخل شويه ديب عن كده. ايوه تدي دي اسئله كده. نكمل رقم 1 ماشي. ممكن نسال رقم 1. الاجابه بتاعت رقم 5 ان السنه بتقفل 30/6. عاجبك الاجابه دي؟ على حسب المكان. طب الاكتر بيقفل في 30/6 ولا في 31/12؟ بص هو على مصر حسب ستة. الفيلد فعلا، بس هو على 6/7 كده. 6/7 6/7 ياه في الرينج ده يعني. انا ممكن اغير على حسب الميعاد يعني. وانا كنت شاكك في 5، بس رقم 1 بعد اجابه 6/7 دي بصراحه لازم اغير عليها. اوكي. متضايقه. طلعت بدري. احنا خرجنا رقم 1، المره الجايه 5 وش. يقول لك يا 6 يا 7. بجد المعلومه الرينج ده. بجد المعلومه دي بجد غريبه بجد عليكم. اكمل. خلاص لا نكمل. اكمل. لا نزيع. كمل ان شاء الله. رقم 3. تمام. ايه الام بي ال؟ نون بيرفورمينج لونز. هسال 5.
بتحضر لي انت سؤال فكر سؤال سهل خالص. في كام لو 5 برضه تخصص في الشغل بتاع مهنة المحاسب؟ يعني ممكن يبقى محاسب ايه او ايه او ايه او ايه؟ الانواع المحاسبه اللي انت ممكن تشتغل المجال اللي انت بتمسكه مثلا في القسم نفسه. مش فاهم السؤال قوي برضه، معلش قوله لي. انت قصدك كام المحاسب اداره؟ انواع. كام اداره؟ لا محاسب انواع، يعني ممكن يعني يبقى في في إدارة واحدة قسم في ممكن اداره يبقى واحده كذا ممكن نوع يبقى محاسب محاسب. مثلا ماسك شغل في الفيلد المعين او المجال المعين او الحته المعينه، وفي محاسب ممكن ماسك حاجه تانية. في كام سؤال حاجة عميق ممكن- ده. بس هو محاسب، هو في الاخر بالنسبه لي محاسب، يعني ما اعرفش مشكلة. المسميات قوي، بس بالنسبه لي في الاخر محاسب. هو سؤال يعني سؤال جنرال شويه، يعني ممكن يبقى محاسب وبيعمل كل حاجه. بيبقى في مثلا محاسب عملاء، في محاسب موردين، في محاسب اللي هو ماسك الخزينه، في محاسب تكاليف. دي انواع اللي ممكن يبقى فيه المحاسب شغال فيها او اللي ماسكها يعني المحاسب. طب احنا عرفنا دول شغال فين، ممكن نعرف كل واحد فينا كده شغال في تخصص ايه في الشغل؟ ابتدي من رقم 6. حسابات العملاء. انا في بنك، بس بنقول عن تدريب العملاء يعني. ايه بقى تدريب العملاء دي؟ بتسايكل لهم يعني وتستوستيرون وبتاع ولا ايه؟ ايه الحوار ده؟ تدريب العملاء؟ تدريب الموظفين، سوري. انا قلت يدربوا على انا في بنك برضو في التمويل، اوكي انا في تمويل العملاء. انا في بنك في الفاينانس. ممكن اسال رقم 3 برضه، هي السنه بتقفل امتى؟ السنه بتقفل 31/12. 30/12. انت قلت انت شغال في بنك، مبدئيا ما فيش بنك بيقفل 30/6، وانت قلت السنه بتقفل 30/6. انا قلت السنه بتقفل كشغل مش كبنك. القفله بتاعت السنه 30/6 صح؟ ايه البنك اللي بيقفل 30/6 في مصر؟ دول حكوميه ممكن. انا مش عارف الموضوع بالنسبه لك ده طبيعي جدا على فكره. طب حد مننا متجوز؟ انا متجوز. مين هنا متجوز؟ انت باين عليك. انت متجوز؟ مخلف طيب؟ مفيش محاسب مش متجوز تقريبا. مخلف ولا لا؟ مين فينا؟ انا؟ لا متجوز ومخلف. متجوز ومخلف. طب تشغل عيالك شغلانه المحاسبين ولا ما تتمنى لهمش؟ لا هي مش حرام، بس اتمنى طبعا ما يتبهدلش يعني. ملهاش علاج عادي. محدش يتمناها لاولاده. انت متجوز ولا لا؟ لا انت بوظت لي الموضوع. طب خليني معاك انت. خليني معاك انت. لا رقم بلاش 5. انا بلاش. لا اسالك حاجات في البيت وكده. لا بلاش في البيت. ليه؟ اسالني انا عادي، ما عنديش مشكله. متجوز؟ طب ماشي، ده طب خلاص حلو. هو متجوز. حسابات البيت طب رقم 3 بقى الجروسريز والحاجات بتاعت المدام والبيبي والحاجات بص دي. هو يعني مين اللي ماسك الدنيا؟ انا نفسي اخليها هي اللي تبقى ماسكه كل حاجه، بس الطبع يغلب التطبع. غصب عني لازم اتدخل، غصب ماشي. عني لازم اشوف كل شيك من سوبر ماركت، اشوف التوتال بتاعه واشوف عشان لو الحسبة سرحت بتاعته. هتسرح. بالظبط. صح؟ لا يعني دايما عيني على ارقام كلها، على التوتالز، على الفواتير. اوكي، انا فمش طبعا سايب اللي لها لازم الدنيا اظبط كده. الدنيا. وما مين يشوفش هيروح فين الفواتير، احنا نخبي الفواتير. انت شكلك ما بتحلش فاتوره، الله يكون في عونك والله العظيم. انت كنت بزنس عربي ولا انجلش؟ ده انجلش. تعرف الجروس بروفيت ايكوال ايه؟ انا مش فاكر بقى ماشي. الايكويشن، انت بتتكلم في حاجات ايام الجامعه. في سؤال برضو انا كنت سالته الرقم 5، قلت له الجروس بروفيت اللي هو ايه، فما عرفش، فشكيت فيه ان هو مش عارفها لان دي بيزكس اكاونتنج يعني. انت بتتعامل بحاجه بدراستك يعني في الشغل؟ في اجزاء اجزاء بسيطه قوي يعني. لا يعني حاجات يعني بحس الحياه العمليه مالهاش علاقه قوي بالدراسه، كايكويشنز قوي ما بتبقاش ممكن فاكر معظمها يعني. بس هي مش دي كانت ريفينيو، هي دي ايه؟ جروس ايه؟ جروس بروفيت. ريفينيو في ماينس net اكسبنسز profits. تقريبا، صح؟ يا راجل ده دول عارفها، انت جامد جدا. عنده معلومات عامة. هنهزر ولا ايه يا جدعان؟ هنهزر ولا ايه؟ انت قلت شغال في التمويل، بتلمس الحته بتاعه الجامعه او الحته بتاعه الاكاونتنج اكتر فين في التمويل؟ يعني انت في البيزنس ولا في الريسك؟ يعني في الكريدت مثلا انت بتبيع الفاسيلتي للشركات، ولا في الريسك بتدرس الشغل بتاعهم؟ انت عمال تسال اسئله محنكه وعمال تسالنا كلنا وداخل في كل المجالات وبنوك وشركات وبتاع كده انت اكيد محاسب. ده سؤال بص غسلك. صعب. لا مش في الريسك، يعني في الكريدت بيزنس. ماشي. الشغل بتاعك بيبقى لامس فين في الحته بتاعه الدراسه يعني حاجات كتير، هو ملمس جامد يعني، ملمس في حاجات كتير. معلش انت اتخرجت امتى؟ اتخرجت 2000 وكام؟ انا 2015. من حبه حلوين يعني. طب انا ممكن اسال رقم 6، بس يعني ممكن لو مش عايز تجاوب براحتك. لو انت كنت في شغلك دلوقتي او في شغل قبل كده، ضربت شغل قبل كده؟ يعني ضربت يعني شغل؟ ضربت شغل. لا مصطلح كده معروف. لا مثلا هضرب حاجه في الحته لا، 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 الفلانيه، الدفاس يعني. ما انا فاهم، انا في الجاري ضربت شغلك. ما ضربتش عمرك في الشغل؟ اصل احنا يعني انا بشتغل على سيستم، يعني السيستم ضربت في صعب الشغل. ان انت على تمسك فكره حاجه زي كده. يعني
الشغل انت عارف دلوقتي كله بقى السيستم، انت بيبقى صعب ان انت تعمل فيه حاجه زي كده يعني، كله اندر كنترول يعني. كلمني يا باشا، مانيوال، كلمني. بس هو خريج 2009. خريج 2009 يعني الضرب زمان كان اقوى. الشغل يعني ده من الشغل 2009 ولا بيضربنا مش احنا اصل محاسبه ما ضربش دي انا ما الحمد شفتهاش. لله. من 2009 وما حصلتش ضربش يعني. الشغل دي. انا مش فاهم دول قاعد ازاي لحد دلوقتي في الحلقه، ازاي ما طلعش من اول مره؟ والله يا ابني عندك حق، انا مش عارف انا ازاي قاعد لحد دلوقتي والله، بس ربك. اكمل. لا نكمل. لا نكمل. نكمل. ماشي ممكن نكمل. ممكن تقول لي هي انواع الفاينانشال ستيتمنت او القوائم الماليه؟ سؤال بيزنقني. جاوب بقى عشان ما تجاوبش بقى عشان انت كده جاوبت كتير قوي. مش هيمشي. ده هي كان في حاجه اسمها ايام الجامعه كنت باخدها بالانس شيت اوكي والانكم ستيت. بس كده في لسه تاني. لسه. بس انت المفروض شغال في التمويل يعني يعني بتدرس فاينانشال ستيتمنتس للشركات، فالمفروض تبقى عارف انواع القوائم الماليه. ما هي دي الحاجتين اللي بنستخدمهم يعني، دول اكتر انكم حاجتين ستيتمنت بنستخدمهم. وبالانس شيت بس. رقم 4 بقى انا شكيت فيه دلوقتي عشان اجابته ما كانتش بنفس الدقه اللي كان شغال بيها في الاول، اتهز شويه. طب اسال دوله، اتفضل. ايه اكتر حاجه كانت او اكتر ماده في الجامعه كانت مؤذيه بالنسبه لك؟ كل المواد. أكتر انا ما من- كنتش عمري شاطر في الجامعه. انا اول سنه دخلت الجامعه كان عندي 12 ماده، عشان الناس كلها تعرف برضه. عندي 12 ماده، دخلت ايكونومكس عشان انا مجموعي ما جابش ايكونومكس. خدت ال 12 ماده، دخلت امتحنت في 12 سقطت فيهم كلهم. عدت السنه، نجحت، دخلت سنه ثانيه كان عندي برضه حوالي 12 ماده، سقطت في 9 ما شاء الله. وعدت السنه برضه. في تحسن. فدخلت ثالثه نجحتها على طول، رابعه نجحتها على طول. فانا والله العظيم بجد يعني انا ما اعرفش اي حاجه عن المواد والحاجات دي خالص. دلوقتي انت قلت انت محاسب في الشركه عندكم، انت دلوقتي لو عايز تعمل فوركاست للسنه الجايه او بادجت هتبدا ازاي؟ هاخد راي الشباب الاول. ونروح نكلم محاسب محترم. والله نعمل كده. بكلمك هو بكل الراجل كان واضح، قال لك ان هو أمانة يعني. الدراسه هو بيمشي كده بيمشي. ايوه والله بكل امانه هعمل كده بجد. هنكلم محاسب محترم جامد، يجي يشوف صح. الموضوع ده هيتعامل على ازاي فكره عشان في شركات كتير الراجل ده بتعمل شكله كده عادي. كويس. ايوه بالظبط. ايوه رحم الله المحاسب امرئ عرف قدر القانوني نفسه. هو اللي بيعمل شغل الحاجات التكنيكال قوي دي. اه والله. شوف الراجل ده شكله كويس. ما هو الراجل شكله محترم وجميل وابن ناس، فهو اللي يجي شكرا بقى لذوقك الغالي والله. يظبط لنا اي حاجه خلاص. طيب ممكن رقم 6 تقول لنا السؤال اللي انا سالته الاربعه ايه هم الفاينانشال ستيتمنتس؟ عندك قائمه المركز المالي، وعندك الموازنات. الموازنات. الموازنه في موازنه ربع سنويه وفي ممكن موازنه سنويه يعني حسب يعني الفتره الموازنه يعني. دي الموازنه دي المقصود بيها البادجت. قال له هي البادجت دي جزء من القوائم الماليه. طبعا. اوكي. وفي الانكم ستيتمنت قائمه الدخل. ناسي كام الشيت حاجة اللي هو ايه؟ ناسي كام حاجه. اللي هو المجاميع اللي هو بالارصده اللي هو البالانس شيت دوت. هو اهم شيت. حاجه وفي طبعا انا قلت قائمه الدخل خلاص، الانكم ستيتمنت وقائمه المركز المالي. ما هو نفس اللي قالهم البالانس شيت والانكم ستيتمنت. بياخد مني. كده بينقش مني. بس هو دول اللي انا في دماغي انا كده هبدا اشك. اكيد مش الراجل ده. جايز لو ما بقى. طلعش محاسب يبقى في أيوة، مشكله. انا لازم امول شويه عشان برضه بس انا شاكك في البدله. هي ممكن تبقى تمويه برضه. يعني هي البدله اللي عامله الشك. هي البدله هتقول ان انت محاسب بس ممكن لا، تكون عاملها شكلية. تمويل. ده انا بالظبط انا شاكك فيها كده. رقم 6 هو شكله محاسب قوي بس حاسس البدله دي جاي بيها بيشتغلنا. والبرنامج ده كمان الكاستنج فيه شطار قوي واذكياء، فهينقوا الامبوستر ايه. اتمنى. فاهم؟ طب انا هسال رقم 6 سؤال. ايه المواصفات اللي انت بتبقى شايفها المفروض تبقى موجوده في المحاسب المحترم؟ اولا يكون عارف مبادئ المحاسبه كويس جدا. اه هي الاكونتنج فاندمنتالز دي اللي هي المبادئ المحاسبيه دي اهم حاجه. ده عشان ويكون يشتغل دقيق في مكان. ويكون دقيق ويكون صبور. دي مهمه جدا على فكره يعني. وضريب. ضريب؟ لا الضريب دي قصه ثانيه. بس مش عارف يشتغل لو ضريب. بالعكس محدش عارف يضرب النجم. هو قصده ضريب انت في الشغل. انا فاهم. لا مش ضريب. طب انا يقعد عايز يكبس انا كده. عايز اسال انا عايز اسال رقم 3 ايه انواع جرد المخزون؟ انا عنديش مخزون في البنك يعني اصلا. أيوة. ما عندناش انفنتوري بس اللي عارفه طبعا من قبل كمعلومة. كده الافريج والفايفو واللايفو. بس هم وقفوا دلوقتي الفايفو واللايفو هو الاكتر شغال ده بالافريج. مش جرد. الفيفو والليفو ده اللي هو نظام الصرف من المخزن، لكن انا بسالك على الجرد. يعني في انواع. انا ما عنديش يعني بصراحه. في شركات بتتبع ان هو مثلا
جرد كذا وفي شركات بتبقى نوع جرد تاني. لا ما اعرفش بصراحه، ما عنديش مخزون اصلا عشان اقدر اعرف. بس طيب ممكن نستنى السؤال رقم 4. انا اللي اعرفه الفايف واللايف والافرج. مفيش عندك معلومه لان ممكن يبقى نظام الجرد المخزون ايه؟ ممكن يبقى نوع، في نوعين ما كده. خدتهاش في الكلاس دي. طبعا في بعض الشركات بتتبع نظام الجرد الدوري، وفي بعض الشركات بتتبع نظام الجرد المستمر، وده بيفرق في القيد اليوميه بتاع المبيعات. امشي يلا السلام عليكم. عايز تطلعني انا؟ صمت. لا انا تمام، الامبوستر طلع. انا حاسس ان احنا عايزين نخرج حد كمان. انا تمام اوكي خلاص ممكن. مفيش ليه؟ اللي هم طلعوا كان عايز يطلعني. انا شاكك فيه من الاول، انا شاكك فيه من الاول والله. انا صح. بس شفتوا كم المعلومات اللي انا اعرفها يا جدعان بجد عن ما شاء الله عليك. والله لا والله بجد شفتوا طلع في السرير والله والله فاجئتنا كلنا بصراحه. ذاكرت والله منين يعني. بقى؟ شات جي بي تي قبل ما اخش على طول. ما اتصدمتش عادي يعني. انا كده كده ما كنتش عارف بصراحه مين هيكون امبوستر او حاجه، عادي تمام. انت مش محاسب. باين قوي يا جماعه انه 5. هو احنا بنبيع لب؟ يعني ما كنتش متفاجئ قوي لان انا شكيت فيه من الاول يعني. كان في الاول كنت شاكك في دولا، وبعد كده شكي راح لرقم 5 اكتر. كنت متوقع ان هو كان الشك الاكبر دلوقتي يبقى موجه ليه يعني. عهد محمد محاسبه. انا احمد عادل، اجمد واحد في العالم. انا محمد كرم، بشتغل محاسب في بنك. انا محمود مدحت شغال في بنك. انا عمرو عثمان محاسب. محمد عبد الوهاب، انا مش محاسب.